نبدأ قصتنا بالصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ قصتنا بإيه بقى؟ هنقول جوزوني ليه؟ عشان هو وأمه يعملوا فيا. دي قناة جديدة، يا رب جعلها مباركة بوجودكم بإذن الله. نبدأ قصتنا. أنا كنت جاي عريس كبير في السن مش صغير. أمي عايزة تجوزهولي. قعدت اعيط لامي، ياما بلاش، ياما ليه كده؟ تقول لي هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. قلت لها مش هتجوزي ياما. قالت لي هتتجوزي غصب عن بوزك، هو حد يقدر يمشي كلمته غيري؟ قلت لها كده. قالت لي اه. رحت لخالتي النجده بتاعتي وفاكراها النجده بتاعتي، قلت لها الحقيني يا خالتي، امي عايزه تجوزني. هتجوزك مين يا اختي؟ راجل كبير في السن يرضيك يا خالتي ولسه صغيره؟ لا ما يرضيليش يا بنتي. طب وبعدين؟ قلت لها كلمي مع اختك يا خالتي. قال خالتي هتنجدني، دي خالتي وقعتني. قالت لي بقول لك ايه، ما تتجوزي ابني. ابنك انت يا خالتي؟ اه يا حبيبتي ابني، شاب صغير وزي الفل، على الاقل هيدلعك، لسه صغير زيك. قلت لها صدقي يا خالتي صحيح صغير وهيدلعني. طب اعمل ايه؟ قالت لي مالكيش دعوه، انا هكلم امك. راحت تكلم امي وامي وافقت، وانا ما اعرفش اللي فيها. راح حذرها لخالتي بقى بعد خطوبتي لابنها، لقيت بنتها بتقول لي بقول لك ايه، خدي بالك ده هيجوزوك يا اخويا عشان يشغلوكي خدامه عندهم. قلت لها خدامه؟ انت بتهزري؟ خالتي هتشغلني خدامه وابن خالتي هيشغلني خدامه؟ قالت لي اه، ما انت بتعرفيش. دخلت خالتي بقول لها بحيي يا خالتي، انت عايزه تجوزيني ابنك عشان خاطر تشغلني خدامه عندك؟ قالت لي لا يا بنتي، مين قال الكلام ده؟ قلت لها بنتك. قالت لي صدقي ان انا غلطانه ان قلت لك اشربي بقى. امها راحت مزعقه لها، قالت لها انت بتستعبطي، انت غيرانه منها. قالت لها غير منها على ايه؟ ده خيبه، ده بكره تقول لي ايه كنت سمعت كلامك. خدت بعضها وقامت. قالت لها اسكتي يا بت، بتغير منك مالكيش دعوه بيها كده يا خالتي. قالت لي اه يا بت. قلت لها ماشي يا خالتي. والجوازه تمت على خير. وفعلا اول ما اتجوزت من يوم الصباحيه خالتي الصبح تك 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 بتخبط الباب. بقول لها ايه ده يا خالتي، الساعه كام؟ قالت لي قومي يا حلوه الساعه 9. قلت لها يا خالتي وفي عروسه تقومي الساعه 9؟ قالت لي اه يا عين خالتك. قلت لها قالت لي يعني ايه يا خالتي؟ قالت لي حبيبتي انزلي لي، كركبت الفرح تحت، انزلي اعمليها. اعمل ايه يا خالتي؟ تعملي الحاجه اللي تحت وتكنسي وتمسحي مكان المعازيم. انا يا خالتي عروسه عروسه، يلا يا عين امك يا عروسه يلا. طبعا دي خالتي. اتصلت بامي قلت لها الحقي يا ام، اختك عايزه تنزلني من بدري. قالت لي انا مالي، كنت جايبه لك اللي احسن منه، قلت لي كبير خليتيها. جات لي قالت لي هاخد بنتك يا خصمك، وانا مش هخسر اختي، اشربي بقى. وانا نازله على السلم اختي بتقول لي ها، طلع كلامي صح؟ بصيت لها كده قالت لي انا مش غيرانه منك، انا قلت لك من الاول، انت ما صدقتنيش. هما كانوا مخليني خدامه هنا، وانا ما قلت لهم مش هعمل حاجه قالوا اتجوزوه. وجن انت يا اختي، اخويا مش بيحبك، اخويا جايبك خدامه لامه. قلت لها ماشي. رحت لاخوها قلت له اصحى اصحى. قال لي عايزه ايه على الصبح؟ قلت له صبح ايه؟ النهارده مش صباحيتنا؟ مالها صباحيتنا؟ امك عايزاني انزل لها. طب ما تنزلي. يعني ايه انزل اغسل وامسح واعمل وانا لسه ليله اخوتي كانت امبارح؟ قال لي وايه المشكله؟ قلت له مشكله ازاي، ده انا عروسه. قال لي بقول لك ايه، الام بتقول عليه تتنفذيه. يعني ايه تنفذه؟ لا اله الا الله بقى كده. قال لي اه. نزلت. يا خالتي تعملي كده وانا زي بنتك يا حبيبتي؟ ما انت برضه هي بنتي مش هتخدمني؟ انت وبنتي هتخدموني. نخدمك اه طبعا، هم انا اجيب حد من بره يخدمني وادفع فلوس ليه ما انتوا موجودين؟ يا خالتي ده انا عروسه عروسه ولا مش عروسه؟ بقول لك ايه يا بت، شوفي اللي وراكي وخلصي، خلينا نخلص. يعني ايه يا خالتي؟ يعني زي ما قلت لك كده يا حبيبتي، انت جايه هنا تعملي اللي بقول عليه. يا خالتي ده انت زي امك وامك كانت جوزك الراجل الكبير، يا ريت كنت وافقت عليه، كان هيننني ويمنني، بس انا اللي اتعزمت قلت كبير. يا اختي طب ما اتجوزتيش لو جيتي جري ليه يا اختي؟ على العموم بقول لك ايه، خلي يوم يعدي على خير ويلا. وبقول لك سخني ميه وتعالي عشان تغسلي رجلي. اغسل لك ايه يا خالتي؟ رجلي. هو انا مش زي امك يا بت؟ ما هي الخاله والده بقى كده. قالت لي اه. قلت لها ماشي يا خالتي، على العموم لو ما كانتش صباحيتي لو كنت خدت بعضي ومشيت. طب ما تمشي
وشوف احنا هنقول عليكي ايه يوم صبحتك لما تمشي. شوفي احنا هنقول عليكي ايه. يا خالتي ده انت زي امي، حد قال لك انا مش زي امك يا بنت ولا ايه؟ خلصي يا اختي خلصي. المهم عدى اليوم وعملت قلت لها عليه وما طلعتنيش غير بالليل خالص. طلع للبي فوق، انا عايز منه حقوقي كمان بعد التعب ده كله. قلت له بقول لك ايه، ريح دماغك من ناحيتي. قال لي يعني ايه ده انت مراتي؟ قلت له مراتك الوقت مراتك؟ ما انا الصبح ما كنتش مراتك؟ وانا الصبح ما كنتش مراتك لما قلت لك امك بتقول لي قلت لي اسمعي كلام امي؟ بقول لك ايه، انا جوزك وليه حقوق عندك. قلت له ده عندها بقى، ده عندها. عارف لو جيت جنبي انا هضرب عليك امة لا اله الا الله. نام وخليها تعدي على خير. ما هو انا خلاص بقى نويتها، انا هعمل كل حاجه لحد ما اعدي حتى شهر على جوازتي واخد بخلص منكم. ما كنتش اعرف اللي فيها ان انا اصلا مش هعرف اخلص منهم. عدى شهر والتاني والتالت وانا على الحاله دي. خدت بعضي ورحت لامي قلت لها بقول لك ياما طلقيني منهم. قالت لي انا مالي يا حبيبتي، انا ما اخسرش اختي، انت اللي اخترتي وانا قلت لك من الاول تعالي خدي الكبير اسمع عظمتي. انا غلطانه ياما، ابوس ايدك ياما طلقيني منه، انا مش هروح لخالتي تاني. يعني ايه يا بت؟ قلت لها يعني انا مش رايحه، حتى لو مش دلوقتي انا مش هروح عندهم، هروح في اي حته محدش يعرفني تجريت لي جره. قالت لي اختي تفضحينا. قلت لها خلاص قولي لاختك انا مش هروح لكم تاني. اتصلت باختها بقول لك ايه يا اختي البت مش عايزه ترجع. يعني ايه مش عايزه ترجع؟ يعني مش عايزه تجيلكوا، عايزه تطلق البت. تتطلق هي مالهاش 3 شهور متجوزه، احنا نهزر ولا ايه؟ قالت لها بقول لك يا اختي البت حالفه وحالفه انها متجوزت عندكم هتروح في اي مكان تاني وانا مش هخسر بنتي يا حبيبتي. يعني كده يا اختي؟ قالت لي اه. قلت لها اه بنتي عندي، شو هتعملوا انتوا ايه بقى؟ طب احنا مش هنطلق. طب خلاص يا اختي البنت هتخلعه. تخلع ابني يا اختي؟ ابني انا يبقى مخلوع؟ طب خلاص يا اختي. وادي يا وائل راحت ندها عليه وقالت له روح طلق مراتك. وطلقني، طلقني بكل سهوله. انا مش عارفه ازاي، يعني بكل سهوله طلقني عادي، يعني مفيش اي مشكله خالص عندهم. انا قعدت اعيط شويه طبعا، بقيت مطلقه. المهم العريس الاولاني بقى كان لسه منمر عليا، عارف ان انا اتطلقت، جه كلم امي قالت له طب انا اقول لها بقول لك ايه جالك تاني انا موافقه عليه جوزيني ليه يما. وفعلا جالي وجاب لي دهب وجوزني وعشت معاه عيشه يا لهوي ما شفتهاش قبل كده. ايه العيشه دي؟ جوازه بمعنى كلمه جوازه. على فكره انا فعلا كنت غلطانه، انا قلت اخد الصغير يدلعني، اتاري الصغير شغالي خدامه عند امه. لما خدت ده بقى يا لهوي دلعني 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 دلعني. يا ريت كنت عملت كده من الاول، انا ما اعرفش ليه ما عملتش كده من الاول. انا شفته كبير يا اخي كبرت علتي، كنت انا اتجوزته وعشت معاه. الراجل مش بكبر سنه، انا قلت اخد الصغير، اتاريهم على راي اخته كانوا عايزيني خدامه. خدامه لمين؟ والنسيبه انها خالتي، يعني مش حد غريب. امال لو حد غريب كان عمل فيا ايه؟ اتطلقت منه واتجوزت ده. خالتي عرفت اتصلت بامي يعني انت برضه جوزتيها الراجل الكبير؟ قالت لها تعالي يا اختي شوفي الكبير عامل معاها ايه. قالت لها ايه؟ اكيد برضه شغاله خدامه. قالت لها خدامه؟ ده ملبسها الدهب من هنا لحد هنا، وهدوم ايه وخروج ايه وحياه ايه. قالت لها ايه يا اختي؟ قالت لها اه ده بنتي بتقول يا ريتني ما كنت اتجوزت ابنك. بقى كده؟ قالت لها اه بقى كده. وبعدين لما عملوا فيا كده الناس كلها عرفت طبعا، محدش عايز يوافق ليه يتجوزها، كل ما يروح لحد يرفضوه. احسن انا عملت في كل حته وكلمت في كل حته وحكيت لكل الناس عشان لما يروح لواحده حرام فلوس تتبهدل البهدله بتاعتي. وحدش عايز يتجوزها في المنطقه عندنا، هياخد واحده من الارياف، خليه يروح ياخد واحده من الارياف او ما يعرفوش عنه حاجه. ربنا يسترها. انا اعرف اوصل لها كنت قلت لها، بس انا للاسف انا ما اعرفش اوصل لها. على العموم انا كده كده شلته من دماغي، انا لازم اعيش مع جوزي وادلعه. اه راجل كبير بس هو مدلعني، جايبني الحلو كله. ده عايز اقول لكم ان بيجيب لي واحده تعمل لي البيت 3 مرات في الاسبوع، يعني انا كمان ما بعملش حاجه. مش عند خالتي خدي اغسلي لي رجلي، خدي اعملي مش عارفه ايه، ويوم صباحيتي يقول لي اسمعي كلام امي. كلام امك ايه؟ كلام امك يا ابن امك انت. قال ايه اسمعي كلام امي؟ قال انا اتفعلت قلت الكبير ما اخدش الكبير، خدت الصغير. عملت ايه بالصغير؟ طلع عيني وعين اللي جابوني. الحمد لله اهو انا كده ايه سيدة نفسي. قلت وحياتي لو حغيظ خالتي كان في فرح لما من العيله كلها، لبست احسن درس عندي ولبست الذهب بتاعي بقى والسلاسل وايه ودلعت نفسي ورحت. خالتي اول ما شافتني وشها جاب الوان،
داخله كده ايه، بتدلع بالشنطه كده والكعب العالي، وايه داخله دخلت سلمت على بنت خالتي، قالت لي ايه ده حلويتي؟ قلت لها طبعا حلويت. ازيك يا خالتي؟ قالت لي خالتك كانت اتخوت. قلت لها بقى عيب عليك يا خالتي، شفتي جوزي عامل لي ايه وجايب لي ايه يا خالتي؟ لا والله. قلت لها اه. بيسلميني على ابنك يا خالتي، هو اتجوز ولا لسه؟ قالت لي خطب. قلت لها خطب من الارياف، ما انا عارفه. بقول لك ايه، ربنا يا رب يهني سعيد بسعيده. بقيت قاعده بتهري وشايفاني كده. الحمد لله ربنا رضاني. يعني انا جيت لك واستنجدت بيكي وقلت لك وجايه في الاخر انت تبهدليني وانت خالتي؟ يا عيني عليا. اه بتكلم امي وكل حاجه بس مش زي الاول. المهم قعدت على الترابيزه اللي بقت تبص لي بقى بغيظ، كل شويه تبص لي بغيظ جامد. اخر ما كده قالت لي بنتها يلا بنت، نقوم من هنا نمشي. خدت بعضها ومشيت. ما تمشي. انا اتجوزت اللي يدلعني، اتجوزت اللي يخليني ما شاء الله عليا. اه طبعا يا جماعة، ولا كبير ولا صغير، خدي اللي يدلعك، خدي اللي يخليكي ست الستات، يخليكي ملكة مش يخليكي خدامة عند امه. اه دي قصتنا على فكرة. هي دي اول قصة على القناة دي، انا عرفت كده. فيا رب تجعلها وش خير على صاحبة القناة. يا جماعة هي دي القصة بتاعت النهاردة، وربنا يجعلها وش خير عليا. فعلا خدي اللي يدلعك ويحبك. صغير ايه؟ ساعات الصغير ده بيبهدلك، مش شرط والله يا جماعه. وممكن الصغير يبقى ابن حلال برضه لو انت حبيتيه يعني، بس مش ياخدك خدامه عنده هو وامه. ده كمان دي خالتها، المشكله دي خالتها. طول عمري يعني انا كان جوزي يقول ايه، ولا شارك القرايب ولا ناسب القرايب، كل القرايب نصايب. يعني ايه؟ يعني جواز القرايب بتبقى دايما مش قد كده. اول حاجه كصحيا مش حلوه، عامل الوراثي ده حاجه اساسيه في في القرايب. تاني حاجه هنخسر بعض. ليه؟ ما هتجوزتي فلان وفلانه ما نفعتش، خلاص كده بيقطعوا بعض. دول كويس ان هو بيكلموا بعض، بس بيكلموا بعض ايه يعني كده، اللي انا فهمته منها مش زي الاول. وبعدين بحس ان الغريبه بتتراعى اكتر من القريبه، يعني بيخافوا من الغريبه عن القريبه. فالاحسن يا جماعه بلاش جواز القرايب اولا. وجايز في ناس كويسه الله اعلم، معرفش عشان مبقاش كدابه. وتاني حاجه مفيش حاجه اسمها راجل كبير وراجل صغير، فيها اسمها راجل حنين، راجل يدلعك، راجل يخليكي ست بمعنى كلمه ست. هي دي قصتي النهارده. وبعدين يا رب يكون القناه وشها خير عليا. طبعا انتوا عارفين القناه التانيه بتاعت الحاجه سعديه، دي بقى سموها الحاجه سعديه، دي قناه الحاجه فوزيه بتاعت امي، سميتها دي قناه امي الله يرحمها. فيا رب يكون وشها خير عليا القناه دي، وتكون تشتغل. يعني نفسي اعمل حاجه وانجح. انا عايزه انجح، نفسي انجح والله يا جماعه، نفسي انجح بجد. من ساعه ما سبت شغلتي وانا يعني نجاح مش حاسه بيه، فنفسي انجح بس. ربنا يجعل وش خير عليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.